مرحبا سمورة وياكم. أنا ما أعرف شو أسميه، أسميه نداء للشعب، أسميه كلام عابر، أسميه نداء للحكومة والسياسيين اللي استرخصوا دماءنا واللي قاعدين ينفون موت 140 جندي ويقولون 13، ولا الفيديوهات اللي قاعدين نشوفها والأخبار اللي قاعدين يوميا نسمعها والأشياء والإشاعات والحقيقة ولا شنو؟ بأوكرانيا سووا حملة، حطوا كل الوزراء الفاسدين وكل الأحزاب السياسية الفاسدة بالزبل. واريد أقول لكل السياسيين أنتم مكانكم بالزبل، ويمكن الزبالة حتى أحسن من عندكم. قاعدين همكم بس الكراسي، وهمكم تتعاركون بالبرلمان، وهمكم الشيعي والسني، وهمكم فلان قال وفلان عاد، والرواتب والما ادري شنو، والشعب الشعب اللي متهجول بكل بلاد العالم، والشعب اللي قاعد يموت واللي قاعد يندحر. والله ما اعرف شو اقول. الواحد يدافع على السنه يقولوا له انت شيعي، يدافع على الشيعه يقولوا له انت سني، يدافع عن ما ادري منو يقولوا له انت هيجي وانت هيجي. صار اكو حقد طائفي داخل قلوب العراقيين لا يحتمل ولا يطاق ولا يمكن مقاومته. بعض الاحيان اقول تعالوا نسوي شيء، صرخة عراقية نحاول انه احنا نمسح بها هذا الحقد ونفتح قلوبنا لبعض ونلم الناس داخلنا. ومع ذلك يقولوا لي مستحيل. ليش مستحيل؟ ليش مستحيل؟ ليش الانسان قادر على فعل اي شيء ممكن يكون لا للمستحيل وتبا لليأس؟ ليش هيك قاعد يصير بينا؟ ليش الناس حتى مدى تقبل تحكي ويخافون يحجون، والمنشورات فظيعة وبشعة؟ ليش يا السياسيين هيك تسوون بينا؟ ليش؟ ان شاء الله سموا زقنبوت بقلوبكم ولدكم ان شاء الله اللي حاطيهم باحسن مدارس وباحسن كليات والسفرات والروحات والجيات والعراقيين قاعدين يموتون. ما تنحرق قلوبكم؟ ما تدمع عيونكم؟ الشعب اللي ينتخبكم هيك تسوون بيه مو منكم لله. حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منكم، لكم ما تسوون دمعة من عين أم وأخ وعائلة مظلومة. إن شاء الله يا رب يوم اللي هيك تنثرمون ثرم. بس شو نقول؟ هذا الوقت بس صار للقوي، وصار الأخرس بس يتفرج ما يقدر يحكي. إحنا هيك صرنا. لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. كلمات على الفيسبوك فقط، مشاعر على الفيسبوك فقط، جنود دا تروح ودا تموت وبس، ظلم بالشارع وبكل مكان بس. العراقي ماتت مشاعره في كل مكان. وينكم يا العراقيين يلي قاعدين بأوروبا؟ صرخوا، روحوا للسفارات، احتجوا، سووا اعتصامات، وقفوا هذا الظلم.